اعمليها على عين البوتاجاز حرفيا، هتقولي يا اسماء في حياتنا ما دقنا حلاوه وجمال بالشكل ده. عايزه اقول لكم حاجه كده اللهم بارك، وعايزه اقول لكم كمان بترمي معاكي كميه رهيبه. يلا كده نبدا بسم الله ونصلي على الرسول. احلى طاجن لحمه بالبصل المكرمل على الطريقه الصح المظبوطه بتاعت اكبر الفنادق كمان. حاجه كده اللهم بارك. كفايه بس شويه الصوص بتاعها دول جنب شويه رز او شويه عيش بقى. حاجة كده اللهم بارك. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. معايا الحلة بتاعتنا، هننزل بمعلقة واحدة من السمنة البلدي، ومعايا بقى الدهن كده، عندك أي دهن كده، حتتين دهن كده، مش عندك خلاص. بس صدقيني بيحلوا الأكل قوي بالذات الطواجن. هدي النار بقى وسيب الدهن كده يشكشك كده في قلب معلقة السمنة، هينزل كل المادة الدهنية اللي فيه، يتحمر كده ويبقى ريحته كده جميلة. معايا هنا كيلو من البصل، معايا كيلو من البصل، نص كيلو مفروم ناعم ونص كيلو عاملاه كده جوانح بالشكل ده. بالنسبة للصغير ده عشان خاطر ده اللي هيعمل الصوص او الكراميل بتاع اللحمة، والكبير ده في قلب الطواجن. هحطه كده في قلب مع الدهن كده وشوح فيه شوية يدبل كده حاجة بسيطة معايا. ننزل بمعلقة كبيرة من السكر على البصل، ورشة ملح، ونشوح كده لحد ما البصل بس يدبل كده معايا. 3 فصوص كده من التوم ناعم، هنزل ب3 فصوص من التوم. عايزه تخرطيه تمام، عايزه تقطعيه كده براحتك. انا كان عندي توم ناعم حاطط حوالي 3 معالق صغيرين. اللحمه هي بنات انا مقطعاها قطع صغيره، بالنسبه للحمه قد ده كيلو. ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، بهارات لحمه، كزبره، وكمان بابريكا، فلفل اسود، وكمان بشره حلوه من جوز الطيب، وكمان بهار مشكل او ال7 بهارات، شويه كده من الشطه البودر على حسب بقى ما بتحبي. عايزه تحطي قرنين شطه كده حامين براحتك، مش عايزه حامي خالص يبقى نشيل الشطه خالص من الوصفه. انا بشرت كده بشره حلوه من جوز الطيب. هنا بقى حطيت اخر حاجه الملح او الدقه المبهره. تمام كده. طبعا لسه هنظبط الحدق بتاعها، انا حاطه كده حوالي مثلا معلقه صغيره مثلا. هفضل بقى مهديه النار خالص جدا، خلي النار هاديه خالص. اللحمه مع البصل مع البهارات هتنزل العصاره او الميه او الصوص بتاع اللحمه. انا هنا جبت بقى الدقيق، بعد ما اللحمه كده لونها يتغير انزل بقى بمعلقتين كده كبار هرم من الدقيق، اللي هو الطحين العادي بتاعنا ده، اشوحه كده مع اللحمه وبالبصل كده. اللي هي اسماء ده اللي بيخلي قوام اللحمه والصوص كده تقيل وجميل جدا. طبعا كل ده النار هاديه جدا معايا. معايا بقى ميه مغليه، لازم تكون مغليه يا بنات. ننزل كده نغطي اللحمه ونخلي برضو النار هاديه. خلاص كده بصوا، انا ما زودتش ميه تاني، خليت النار شمعه وسبتها كده حوالي مثلا 40 دقيقه على نار هاديه جدا. اللحمه دايبه كده ذوبان معايا. على فكره الحاجات السودة دي ده فلفل حصى، انا لما اجي اطحنه في الخلاط بتاعي مش بجيبه جاهز، انا اللي بطحنه بايدي، بعمله كده يعني 3/4 كسر، بحبه خشن ما بحبوش بودر ابدا. هنا بقى في طاجن او صينيه اي حاجه عندك دهنه سمنه، وتحطي اللحمه بتاعتك تحت الشوايه. انا مش مشغله الفرن من تحت، شغله الشوايه فقط، ياخد وش كده بالشكل ده حوالي يعني ربع ساعه كده تحت الشوايه او 10 دقايق. بصوا بقى، هو اصلا مستوي معايا اللهم بارك. اللحمه كده دايبه دايبه كده ذوبان. في بقى تركيه يا بنات انا كنت حابه اعملها معاكم، بس الناس بقى كتير هيقولوا ازاي يا اسماء ومش ازاي بوظت الطاجن وحاجات كده غريبه. احيانا بقى بعمل بجيب نص كوبايه رز اروح جايه مسويها في قلب الطاجن ده، يعني وانا بسوي اللحمه كده على النار بالبصل بالبهارات بحط نص كوبايه رز واروح جايه مسقسقه الميه بتاعتها. عايزه اقول لكم في حته تانية، تاكليها بقى كده في حته تانية. بس انا في اليوم ده عملته كده طاجن بالبصل كده والبهارات والبصل المكرمل، وعملت يعني في حله لوحدها شويه رز ابيض. شايفين بقى الجمال؟ طبعا كل ما تسيبيه يبرد كل ما قوامه هيتقل جدا جدا معاك، هتعوزي اصلا تزوديه كمان. وبألف هنا وشفا، وجربوه هيعجبكم جدا. سلام عليكم.